الخديوي توفيق هو واحد من أبرز الشخصيات الماسونية في تاريخ مصر. هنا بنشوفه بلبس المحفل الماسوني المشهور. في الحقيقة هو السؤال: ماذا أفادت الماسونية للخديوي توفيق؟ ولا أي حاجة. كان حاكم مصر وفجأة بعد الاحتلال تحول إلى سكرتير للمعتمد البريطاني. حاجة غريبة جدا. وبالتالي كون ان هو واحد من كبار الماسونيين لم يفيده على الاطلاق. احنا حتى مش عارفين هو ليه دخل الماسونية، هل هو كان مقتنع بيها قوي يعني للدرجة دي؟ في الحقيقة أسرة محمد علي والماسونية ده موضوع كبير قوي يستحق ان احنا نتكلم عليه. كان معكم المؤرخ احمد كمالي.